السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رجعت لكم في مقطع جديد. طبعا شباب، هذا المقطع احب اعتذر لكم فيه على السحبة اللي فاتت، واني قعدت كتير منزلش مقاطع، بس تقريبا ما كملتش اسبوع ساحب عليكم، لاني لسه شايف امبارح كان تقريبا فاضل 4 ايام. ليه 4 ايام ما نزلت اي مقطع خالص. فبس يعني احب اعتذر لكم عن الموضوع دوت. ودلوقتي شرح النهارده ننتقل ليه هيبقى عبارة عن ان انت ازاي تعرف ايه الفرق بين 32 بت او 64 بت في النظام. دلوقتي يا شباب، انت 32 بت او 64 بت دي بتبقى عبارة عن من الويندوز، مش من امكانيات الجهاز ولا اي حاجة تانية. لا، ده بتبقى من الويندوز. في ويندوز 32 بت، ويندوز 64 بت. فانت دلوقتي ازاي تعرف بقى ايه المناسب لجهازك، وازاي تختار 32 بت او 64 بت؟ فدلوقتي يا شباب، ممكن لو مثلا مهندس الكمبيوترات نزل لك 32 بت، يبقى انت راماتك اكيد اقل من 3 جيجا. اقول لك ليه. 32 بت هادي، لو جهازك راماته اقل من 3 جيجا يبقى لازم ويندوز 32 بت، لانه ما راح لو راماتك اكتر من 3 جيجا وحطيت 32 بت ما راح يستوعب الجهاز وراح يعلمك بشكل وحش. يعني ما اتمنى ما يعلم مع حد طبعا. فلكن لو انت رميتك اكتر من 3 جيجا وفضل ذلك، يعني راح يحط لك او انت تحط لنفسك، يعني معظم الناس دحين صاروا ينزلون ويندوز لنفسهم، تحط لنفسك ويندوز 64 بت. فدوت هيساعدك ان في معالجة البيانات اسرع بشكل اسرع، وفتح الملفات بشكل اسرع، واللعب بشكل اسرع. دلوقتي تقريبا كل اللعب بقت بتطلب 64 بت. فيعني بس كده ملخص الموضوع ان 32 بت بيستوعب اقل واقل في السرعة، واقل في الكمية. و... وانت عشان تحط 32 بت لازم يبقى جهازك اقل من 3 جيجا. لو اكتر من 3 جيجا مش هيستوعب كويس جدا ابدا. فدلوقتي 64، ننتقل ل 64 بت. 64 بت دي عبارة عن ان انت لازم يكون جهازك فوق 3 جيجا، وان شاء الله ده هيساعدك جدا في التعامل مع الجهاز، والجهاز هتلاحظ ان هو بقى اسرع من لما كنت حاطط 32 بت بكتير. فيعني انا اقول لكم دلوقتي ان اصلا مصدر سرعة الجهاز بيبقى عبارة عن الويندوز والرامات. فالرامات ديت انا لما زودتها لاحظت ان الجهاز بقى احسن بكتير، وانا لسه هزودها تاني بعد الاختبارات بتاعتي في الترم التاني ان شاء الله. وراح نلعب جراند وماينكرافت وكل اي لعبة في العالم نلعبها يا بعض، ما يهمني حد انا. فبس كده يا شباب، اتمنى كده نكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى لا تنسون اللايك والاشتراك في قناتي. كان معكم رامي من قناة رامي تيوب، مع الف سلامة.